السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل شوية رز بالخضار حلوة قوي. حاجة كده بجد طعمها يجنن. وبعدين يعني ايه نوفر بقى عمايل كتير، مواعين كتير، فهو حلة واحدة هتعملي الغدا ومش هتحتاجي بقى تعملي الخضار لوحده والرز لوحده. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، وكمان مغذي جدا وطعمه لذيذ قوي بشوية تفاصيل كده هنخليه طعمه يجنن. وكمان بقى مفرفر ازاي شايفين. هقولكوا على لو الرز بيعجن منك هقولك تعملي ايه، ولو الرز مش بيظبط معاكي تعالي اقولك على المقادير المظبوطه وازاي تخلي الرز يطلع معاكي مفرفر كده وطعمه كمان حلو قوي. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البدايه كده عشان اعمل الرز يطلع معايا حلو قوي كده وطعمه وريحته تبقى جايبه لاخر الشارع، تعالي اقولك عملت ايه. اول حاجه عندي الخضار والحاجات دي حاجه اختياريه، يعني الحاجه اللي انت بتحبيها حطيها والحاجه اللي انت مش بتحبيها ما تحطهاش. بس في حاجات ما ينفعش نحطها في الرز، زي مثلا الكوسه ما ينفعش نحطها لان من الحاجات اللي يعني بتستوي بسرعه، فبلاش نحط الكوسه والحاجات اللي هي الانسجه بتاعتها بتبقى ضعيفه دي. فانا جبت الجزر وجبت بسله وجبت فاصوليا خضراء، ممكن تحطيها اي حاجه تانية او ممكن تشيلي اي حاجه منها. وبعد كده عندي بصلتين كده وسط، وعندي 3 فصوص توم. انا ببشر كل الكلام ده، البصل والثوم ببشره مش بقطعه، لان عايزاه يعني ما يبانش في الرز، لان انا مش بعمل رز صياديه، انا مش عايزه البصل يبان طبعا. فانا هعمله ابشره كده بالمبشره، وحتى الثوم برضو هبشرها بالمبشره. وبعد كده احط بقى في الحله اهم حاجه طبعا احط زيت، حوالي معلقتين كبار من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه. ده انا عامله كوبايتين من الرز، كوبايتين اللي هما كوبايات الشاي، ممكن تعملي اقل او اكتر براحتك. بعد كده بقى عندي هجيب التوابل اللي عندي. اول حاجه القرفه، ولو عندي قرنفل برضو ممكن تحطي قرنفل، بس انا حطيت قرفه وحطيت لومي وحطيت حبهان صحيح، ودول حطيتهم على الزيت بس شويه ريحتهم تطلع، نصحصحهم كده شويه. وبعد كده حطيت بقى البصل والثوم اللي عندي، هديهم تقليبه كده. زي ما قلت لكم انا مش عايزه احمر البصل ولا الثوم، انا بس عايزه الريحه بتاعته تطلع مش اكتر من كده، عشان ناخد بقى رز يطلع طعمه يجنن وطعمه حلو. فريحة البصل والثوم بس تطلع، وبعد كده انزل بالخضار اللي عندي. زي ما قلت لكم اي خضار عايزينه والكميه اللي انتوا تحبوها، يعني الكميه دي مش هحددها طبعا، ولا نوع الخضار يتحدد، ده حاجه ترجع لكم. وبعد كده بعد ما اخدتهم على النار كده تشويحه، طبعا هديهم بقى شويه فلفل اسود بيديهم ريحه حلوه برضو هما بيتشوحوا كده. وبعد كده بعد ما قلبتهم كده زي ما قلت لكم مش هندي البصله لون خالص عشان لون الرز ما يتغيرش معانا قوي. وبعدين انا عامله حاجه في الرز تخلي لونه حلو، فهقول لكم عليها. انا مش ما حطيتش كركم ولا حاجه، لو انتوا حابين برضو تحطوا كركم دي حاجه ترجع لكم. وبعد كده كل كوبايه رز بقى حطيت عليها كوبايه وربع من ميه. ليه؟ علشان انا عندي خضار، فانا زودت حوالي نص كوبايه ميه كده على مقدار الرز اللي عندي عشان الخضار يستوي. في المرحله دي انا بحب اطلع بقى الحبهان بتاعي علشان ما انساهوش ويجي تحت ضرس حد كده يضايقه، فانا بقى ايه بحب اطلعه في الوقت ده. لو انتوا عايزين تشيلوه بس خليكوا فاكرينه قبل ما تقلبوا الرز تروحوا شايلينه. انا حطيت 4 فصوص وطبعا شلتهم. وبعد كده حطيت الملح اللي عندي، معلقه كبيره من الملح على الكوبايتين الرز، يعني كل كوبايه حوالي نص معلقه. وبعدين سبته على النار بقى يستوي. وهو على النار كده جبت ميه حوالي ربع كوبايه من الميه، وحطيت عليها زعفران. الزعفران اللي هو الشعر ده، لو انتوا عايزين عندكم زعفران بودر ممكن تحطوه، بيدي لون للرز حلو برضو. بعد ما يتشرب الرز عندي كده، انا طبعا النار هديت بقى عليه خالص النار، وبعد الرز ما اتشرب عندي ابتدي اجيب نص كوبايه الزعفران دي واحطها. شايفين لون الرز؟ يعني هو لا يعني هو متغيرش قوي، بس في نفس الوقت ادى لون بينك كده فاتح حلو قوي، يعني ما بقاش رز ابيض بس ولا اصفر، عشان كمان لون الخضار الموجوده عندي ده عشان يبان. تعمليه انا ويطلع عايزه لون معاكي الخضار اخضر يبان. كده لو انتوا حاطين ومصحصح زي ما قلت لكم ولونه حلو تحطوا قوي. كركم حطوا، وده بس لون طبعا الخضار بينفع مش بيبان للخضار قوي في السوتيه البوق. قوي. ممكن تجيبي بعد هتجيبي كده حله شايفين لون ميه الخضار ولون الرز تحطي فيها حلو قوي. معلقه من الملح ومعلقه اشيل من بقى اي الزبده. حاجه احطها. الزبده دي بتخلي لونه بقى عندي بيلمع اللومي كده واخضر زي ما والقرنفل هو، والحاجات دي بيحتفظ والقرفه بلونه والحاجات دي، شيلي بقى وبيبقى اي حلو حاجه انت قوي. حطاها وقدمي الرز وتسويه بقى فيه ما كده تسويهوش مع كتير، شويه يعني مده بروكلي كده. عايزه من اقول 7 لكم دقايق البروكلي ل10 ده دقايق. بيكون استوى كده وحلو، بيبقى فيه قرشه صغيره كده بس بيبقى طعمه حلو. لو انت حابه تزوديه اكتر في التسويه براحتك، بس هو كده بيبقى مظبوط قوي. وبعد كده نقدمه بقى بالهنا والشفا، بجد من الحاجات الحلوه. وكمان البروكلي عايزه اقول لكم مفيد جدا
وصحي قوي، فنحاول نركز فيه شويه. وبسم الله ما شاء الله، يعني الرز طالع طعمه حلو قوي وريحته تجنن بجد. وشايفين مفرفر ازاي؟ بس شوفوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، امشوا عليها وان شاء الله هتطلعوا احلى شويه رز. زي ما قلت لكم مش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا الخضار لوحده والرز لوحده. يلا بقى اعملي الوصفه واكلي ولادك كده وبالهنا والشفا. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي. السلام عليكم.